الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نزل البيان ده، بيان غريب وعجيب بيطالب بيه من اتحاد الكرة المصري حماية اللاعب وسام أبو علي، وإن اللاعب بيتعرض لضغط من قبل إدارة النادي الأهلي ومن قبل الجمهور، وإن اللاعب من حقه الاحتراف. رد اتحاد الكرة المصري على الاتحاد الفلسطيني وقال لهم إن إحنا ما بنتدخلش في شؤون خاصة للنوادي، وإن إحنا بنعامل اللاعب الفلسطيني كلاعب مصري. نعمل إيه تاني أكتر من كده؟ انا شايف ان الاتحاد الفلسطيني مش موفق في البيان ده، وبدل ما تنزلوا بيان زي كده كنت ممكن تنزلوا رساله كمان لاسامه ابو علي انه يحترم العقد اللي ما بينه وبين النادي الاهلي، وان اللاعب لسه فاضل في عقده 3 سنين، ومن حق النادي الاهلي يبيعه او يخليه او يكمل مع النادي ويمشي. ده من حق النادي الاهلي، وان اللاعب يحترم العقد اللي ما بينه وما بين النادي الاهلي. بالمناسبه وسام ابو علي ما كانش حد يعرفه اصلا، والنادي الاهلي هو اللي جابه، هو اللي خلصه الاوراق الرسميه، وهو اللي خلاه يمثل المنتخب الفلسطيني. دي مسيرته سام الدوليه، كان بيمثل منتخب الدنمارك في مراحل الناشئين، ولما جه النادي الاهلي وخلص ورقه بقى بيمثل منتخب فلسطين في 2024. فبدل ما تنزلوا بيان تشكروا في النادي الاهلي، منزلين بيان بيدونوا فيه النادي الاهلي واللي بيعمله، وسايبين وسام ابو علي اللي ما احترمش العقد اللي ما بينه وما بين النادي الاهلي.